أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المباشر فوت تايم. سنسلط الضوء هذا المساء على أحد المواضيع الحيوية لمستقبل كرة القدم في وطننا الحبيب المغرب، ألا وهو التكوين الأكاديمي للفئات الصغرى التي تعتبر هي مستقبل كرة القدم الوطنية. كما سنتطرق في الجزء الثاني لعقد شراكة الموقع مؤخرا ما بين كل من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمكتب الشريف للفوسفات وبعض الأندية الوطنية. ضيوف هذا المساء هم على التوالي كل من الأستاذ محمد سليماني، باحث بسلك الدكتوراه بجامعة أوتاوا بكندا، تخصص علم النفس وبيداغوجيا الرياضة وتكوين وتطوير المدربين والمكونين. مساء الخير سي محمد. مساء الخير سي عمر، فرصة سعيدة هذه، كنتشرف بالدعوة ديالك وكنتشرف بالحضور معك ومع الضيوف الكرام ديالك السي عبد الحكيم والسي عبد اللطيف متكل الغني عن التعريف. شكرا لكم. شكرا. معنا كذلك السي عبد الحكيم بن صديق، المسؤول التقني عن مركز التكوين بنادي مغرب اتليتيك تطوان المغرب تطوان. تفضل. مرحبا سي عمر. نعم مرحبا سي عمر، مرحبا سي عبد الحكيم، مرحبا سي سليماني، ومرحبا لكل المتتبعين. اهلا وسهلا. كما يوجد معنا صديقنا وصديق البرنامج الصحفي الرياضي الاستاذ عبد اللطيف المتوكل، رئيس الرابطه المغربيه للصحفيين الرياضيين. استاذ عبد اللطيف مساء الخير. صوت. مساء الخير استاذ عمر، تحيه ليك وتحيه للضيفين الكريمين السي بن صديق والسي سليماني، وتحيه ايضا لكل من يتتبع هذا البرنامج الشيق والممتع والمفيد. شكرا لكم اساتذه. طرح في السنوات الاخيره مشكل التكوين عند جل الفرق الوطنيه، ان لم نقل كل الفرق الوطنيه، وهذا بدا جليا من خلال عدد اللاعبين الاجانب الذين اصبحوا يعززون صفوف الانديه الوطنيه المحترفه منها وحتى الهاويه، وحتى الفرق الوطنيه في جميع الفئات، أي المنتخبات الوطنيه في جميع الفئات اصبحت تعتمد بشكل تقريبا شكل كلي على اللاعبين المغاربه المكونين في الخارج. جلب اللاعب الجاهز وخاصه الاجنبي اصبح يرهق ميزانيه جل الفرق ويشكل احباطا للاعب المغربي المحلي ويدفعه في بعض الاحيان الى العطاله. ما هي الاسباب وما هي الحلول؟ هذا ما سنناقشه معكم ضيوفنا الكرام. الكلمه لكم استاذ محمد سليماني، تفضل. شكرا سي عمر، شكرا على التقديم ديال الموضوع اللي هو تقديم يعني كيعطي واحد النظره على الاشكال اللي حنا كنعيشوه اليوم، وخاصه منتوجنا الكروي ببلدنا الحبيب المغرب. والاشكال هو طبعا غياب مواهب كرويه اللي تقدر انها تاثر المشهد العام الكروي ديالنا داخل الفرق الوطنيه. والدليل على هذا واللي المغاربه كلهم لاحظوه، سواء متتبعي للشان الرياضي او كذلك جمهور محب لكره القدم، هو ان على مستوى المنتخبات ما كتنعكسش الصوره الحقيقيه ديال البطوله الوطنيه ديالنا والصوره الحقيقيه والمستوى الحقيقي للفرق الوطنيه ديالنا. وبالتالي كنلقاو على ان ليس فقط المنتخب الكبار بل وكذلك منتخبات الفئات السنيه الاخرى كنوجدوا مشكل ديال وجود لاعبين هما مغاربه ومرحبا وما غنقولش مرحبا بهم في بلادهم لانهم حتى هما بلادهم كيف ما انا بلادي، غير انهم تكونوا في الخارج، يعني تكونوا في فرق في الخارج في اوروبا او في دول اخرى، دول المهجر. وبالتالي كنلقاو على ان غياب العنصر اللي تكون على المستوى الوطني وداخل الفرق الوطنيه ببلادنا الحبيب. وهذا اشكال في حد ذاته، لان ربما غدا في المستقبل ما يبقاش عندنا فرصه اننا نجلبوا لاعبين، لان كاين منافسه، لان حتى الدول اللي كنستقطبوا من هاد اللاعبين اللي هما مغاربه وعندهم الحق يلعبوا مع المنتخبات ديال بلادهم في الفئات السنيه كلها، ربما غدا يلقاو اشكاليه ديال الالتحاق بالمغرب
باجراء من الاجراءات اللي ديك الدول تقدر دير. وبالتالي خصنا نلجؤوا للمنتوج الوطني المحلي ديالنا والمنتوج ديالنا. وقبل كاع ما نوصلوا حتى لهذه المرحله ربما خصنا نخلقوا ذاك التوازن كيف ما كان دائما في واحد الفتره في المنتخبات الوطنيه بين ما هو لاعب محلي منتوج وطني وبين ما هو محترف مكون في الخارج. بل والاكثر من هذا حتى ان المحترفين ديالنا اللي كانوا في هذاك الوقت هذاك فهما كانوا محترفين اللي تكونوا في المغرب فرق وطنيه ولعبوا في المغرب وطنيه وعاد التحقوا بالاحتراف وكانوا كيجيو كيمثلوا المنتخب الوطني. هذا الشيء اللي ما كنشوفوه اليوم. السبب انا في نظري سبب رئيسي ورئيسي جدا بحكم التخصص ديالي باش ما نتطاولش على تخصصات اخرى. فبقى لي شرط في عده منابر اعلاميه اخرى لهذا الاشكال هو اشكال ديال التكوين ديال المدربين. لان شكون هما الناس اللي غادي يسهروا على تكوين هاد اللاعبين اللي كنترجاو انهم يكونوا عندنا بمستوى عالي في البلد ديالنا داخل فرقنا الوطنيه؟ طبعا هما المؤطرين بمختلف التخصصات ديالهم. ملي كنقول المؤطرين سواء المدراء التقنيين، مدراء التكوين، مدراء التقنيين، مدربي الفئات، مدربين الاعداد البدني، مدربين الحراس. وزيد على هذا غياب ان بروفيل بيان ديتيرميني ديال لي سكون ابل لي بروسبكتور يعني المنقبين. هادو اشكالات عويصه كنتخبطوا فيها لان التكوين ديالنا هو تكوين فعلا قطع اشواط جيده ودار مجهودات كبيره ابتداء كنهضر خاصه في 15 سنوات الاخيره من وقعت لانستوراسيون ديال لو سيستيم الجديد ديال لا سيرتيفيكاسيون اللي جا من لا فيفا لاكاف ومن لاكاف الدول اللي كتنتمي لها كرويا ومنها المغرب. يعني من ابتداء من 2009 2010 تم يعني العمل بهذا النظام هذا الجديد ديال الاشهاد اللي فيه لا ليسانس سي البي الا وحاليا كاين الابرو وحتى الدي اللي وضعته الجامعه واخا ما كاينش في النظام ديال الاتحاد الافريقي كاين في الجامعه او وكاين حتى اقل منه اللي هو المنشط الرياضي. وبالتالي من نهار وضعنا هاد لانستوراسيون ديال هاد لو سيستيم كنا كنتوخاو على ان المستوى ديال المدربين ديالنا والمؤطرين بجميع الفئات السنيه وجميع التخصصات ديالهم يعني من بعد 15 سنه غيكون في مستوى عالي باش يعطينا كذلك واحد المنتوج في مستوى عالي للاعبين ديالنا. وبالتالي اليوم حنا كنتصدموا بواحد الواقع ان الفرق الوطنيه حاليا جلها ان لم نقل كلها او معظمها تلتجئ لشراء اللاعبين اللي ما تكونوش عندها في داخل مراكز التكوين ديالها. وهاد مراكز التكوين غنوضعها بين قوسين لان مركز التكوين عنده شروط تجاوزا نعتبرها مراكز التكوين. داكور. اذا فعاود ما دير مجهود بمشاريع ذات ا لون تيرم اي ا موين تيرم فهما دائما الرؤساء ملي تيجيو للفرق كيجيو بمشاريع كبيره صحفيا واعلاميا وملي كيجيو في اطار التطبيق وفي اطار الواقع كيمشيو سكون ابي لي زوبجيكتيف ا كور تيرم. سافو دير خصو النتائج ايميديات تحضرت الجمهور والصحافه والى اخره. وبالتالي كيخصو يحقق ذاك النتائج باقل مجهود ولكن بضخ المال واللي اصبح دابا نادر في الفرق لدرجه ان كل الفرق تعاني اليوم من اشكال نزاعات مع اللاعبين ديالها. وهذا اشكال كبير وعويص تقل كاهل الفرق الوطنيه بحيث ما بقاش عندها غير مشكل ما عندهاش لاعبين ديالها كتكونهم زادها مشكل حتى الموارد الماليه ديالها اصبحت قليله واصبحت عندها نزاعات وديون. وبالتالي انا كنشوف هذا هو الاشكال. يعني المصدر الاشكال هو كيفاش خصنا نشوفوا اعاده النظر في التكوين ديال الاطر ديالنا باش يعطيونا واحد لامباكت بوزيتيف على تكوين اللاعبين ديالنا على المستوى المحلي والفرق الوطنيه ديالنا. ويمكننا نزيدوا نعطيو في هذا الامر هذا ان شاء الله. طبيعه الحال. نشوفوا الاستاذ عبد اللطيف. تفضل استاذ عبد اللطيف. شكرا سي عمر. بالفعل فالكلام ديال الاستاذ سليماني كلام في الصميم وانا كنوافق الراي في المقاربه ديالو في هذه التوطئه لهذا الموضوع اللي هو موضوع مهم للغايه. هذا موضوع قديم جديد. الموضوع ديال التكوين ماشي شي موضوع اللي هو هذا موضوع يتحدث عنه الجميع ولكن الجميع يتحدث عنه بحسرة. لماذا؟ لان الانديه
الانديه اللي هي ذات قاعده جماهيريه كبيره، والانديه اللي هي معروفه تاريخيا بان دائما كتنافس على الالقاب. كنا كنلاحظوا في السنوات الاخيره ان هذه الانديه مابقاش كتهتم بهذا الجانب المتعلق بالتكوين. وايضا حتى الانديه باقي الانديه، ما نقولش الانديه الصغيره، ولكن الانديه اللي هي عندها طموح، ولذا ما كيصاور دائما الطموح والامل باش انها تكبر في سلم العطاء، وانها تشكل قيمه مضافه في المشهد الرياضي وفي مشهد كره القدم الوطنيه على وجه الخصوص. انا بالنسبه لي هذا الموضوع ديال التكوين، الازمه اللي كيعيشها التكوين على مستوى كره القدم الوطنيه هي اشكاليه يتحمل مسؤوليتها بالدرجه الاولى المسير. لماذا؟ لاننا ابتلينا بواحد المسيرين الهم ديالهم الاول والاخير هو النتيجه ديال فئه الكبار، الفريق الاول. الشغل الشاغل ديال اي مسير اليوم هو الفريق الاول، متى سيلعب، مع من سيلعب، غادي نجيبوا لاعبين، كاين الهم ديالو هو انه يجلب اللاعبين وتوقيع عقود مع اللاعبين. والدليل على باننا كنتخبطوا في هذه المتاهات هو اليوم هذا الكم الهائل من ملفات ديال النزاعات اللي كتعاني منها الانديه اللي كتحمل صفه انديه محترفه. ولكن كنشوفوا اليوم هذه الارقام المخيفه وهذه الارقام المرعبه ديال الملفات ديال النزاعات. شفنا اليوم حتى الساعات القليله من نهايه الميركاتو الصيفي كيف ان جل الانديه تسابق الزمن باش انها تسوي بعض الملفات باش انها تستطيع انها تاهل اللاعبين اللي جابتهم. حتى هذه المساله ديال جلب اللاعبين يتم بواحد الطريقه عشوائيه، لان ما كتستندش على واحد الاسس علميه، ما كاينش واحد الاداره، ما كاينش مدير رياضي في كل نادي اللي كيتولى زمام ديال الامور بالتنسيق مع الاداره التقنيه ديال الفريق. كنحدوا الخصائص، كاين عندنا الخصائص، شنو هي الامور اللي خصنا نركزوا عليها. فاذا به اليوم كنشوفوا ارقام كبيره، كنشوفوا فريق كيجيب 16 لاعب 17 لاعب 18 لاعب. هذه امور ما يمكنش لها تحدث في شي منظومه احترافيه حقيقيه. للاسف كتحدث عندنا حنايا في بلادنا، وهذا ونحن هذه فرصه باش ندقوا ناقوس الخطر. لانه كيف ما بغى يكون الحال، الا كان الجمهور كما تيقولوا المصريين، الجمهور عايز كذا، الجمهور باغي النتيجه، باغي فرقته تربح. ولكن خص المسير يكون صريح، يكون عنده لغه ديال المصارحه، ديال المكاشفه مع الجماهير الرياضيه. ان اي مسير ملي كيجي خص يكون عنده واحد المشروع، وهذا المشروع كما قال السي محمد السليماني، اي مشروع راه فيه المدى القصير، المدى المتوسط، المدى البعيد. تكون العقلانيه في التدبير، تكون العقلانيه في الاختيارات، تكون الواقعيه في تحديد الاهداف المسطره. لذلك انا بالنسبه لي هذه التجربه الان اللي غادي تخوضها كره القدم الوطنيه بشراكه مع الشركه اللي هي الان غتولى مسؤوليه التمويل ديال هذا المشروع، اعتقد بان هذا المشروع الان هو خصنا نناقشوه. لانه للاسف الشديد، وخصنا نقولوا هذه حقيقه، انه ملي كنشوفوا مشاريع كتنزل دون ان يسبق اي حوار، ما حتى كنتفاجئوا خرج بلاغ، توقعت واحد الاتفاقيه، توقع كذا، فين تناقش هذا المشروع، مع من تمت مناقشه هذا المشروع، الاختصاصات، حدود المسؤوليات، كل واحد المسؤوليه ديالو في اين تبتدئ واين تنتهي. هل تم اشراك الانديه الاحترافيه لا في القسم الاول ولا في القسم الثاني في هذا المشروع الطموح ومشروع كبير يمكن الى نصفقوا ليه. ولكن هذه المشاريع ملي كتنزل بهذه الطريقه المفاجئه راه ممكن تصطدم بمجموعه من الاكراهات ومجموعه من المعيقات. لانه اليوم ما يؤخذ، اليوم نكونوا صراحه، ما يؤخذ اليوم على تدبير شأن كرة القدم الوطني هو أن المركز هو الذي يتحكم في كل شيء. المركز هو الذي يتحكم في كل شيء، رغم أنه عندنا عصب جهوية، عندنا إدارة تقنية، هذا موضوع آخر. واش عندنا إدارة تقنية وطنية ولا ما عندناش؟ إذا باقي ما عرفناش شكون هو المدير التقني اليوم في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. كنعرفوا بأن فتحي جمال هو مسؤول على التكوين ديال المدربين ومسؤول على الدورات التكوينية. شكون هو المدير التقني الوطني حاليا في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم؟ المفروض تكون عندنا مديريات تقنيه جهويه باش نسهلوا هذه العمليه. لانه اليوم كاين غموض كما بغى يكون الحال. هذا المشروع الان اللي غادي ديال انشاء ولا احداث مراكز ديال التكوين
غادي توفر لها التمويل، غتوفر لها التمويل وغتوفر لها الاعتمادات وغتوفر لها الوسائل، ولكن لابد من تحديد حقوق وواجبات كل طرف بواحد الوضوح، لان كاين غموض، كاين اسئله كثيره تطرح بحده ما عارفينش الاجوبه ديالها الحقيقيه، الى درجه انه كنت كنتمنى انا كصحفي كنت كنتمنى انها تكون ندوه صحفيه غادي قبل. استاذ عبد اللطيف الا سمحتي غادي نتوسعوا في لا هذا الموضوع. انا غادي نكمل دابا السي عمر، بغيت نعطيك انا المقاربه ديالي الرؤيه ديالي، لان معنا السي بن صديق ومعنا السي سليمان، هادو ناس تقنيين. الامور التقنيه نخليها لهم هما لانهم ادرى وغادي هما كيفهموا في الامور التقنيه. ما يمكنش لي ندخل في الامور التقنيه، ممكن نطرح اسئله، ممكن نبدي بعض الملاحظات، ولكن غير تنقول انا اليوم رغم اننا كنعترفوا بان عندنا ازمه ديال التكوين، وراه شار السي سليماني في بدايه الكلام ديالو بانه المنتخبات الوطنيه كنا الى عهد قريب كنا على الاقل كنا كنشوفوا المنتخبات السينيه، المنتخبات ديال الفئات الصغرى حاضر فيها اللاعب المحلي. اليوم اصبحت جميع المنتخبات ديال الفئات العمريه، المنتخبات السنيه برمتها في اللاعبين المغاربه اللي كيمارسوا في المجر. اذا انا غير بالنسبه لي هذه بعض الاسئله وبعض الملاحظات كان لابد انني ندلي بها في المقام الاول باش نعرفوا فين غاديين. المشروع كنصفق لهذا المشروع، نصفق لهذه المبادره، ولكن كاينه اسئله تحتاج الى اجوبه. شكرا استاذ. تفضل استاذ بن الصغير، بن صديق. الصوت استاذ بن صديق. باش نكمل يعني التدخلات ديال الضيفين الكريمين اللي تعمقوا في الشرح، كل واحد من وجهه النظر ديالو، السي سليماني كتقني والسي عبد المتوكل كخبير رياضي وكيعرف خبايا الكره المغربيه. فانا بغيت نرجع للحاجات اللي عشتها شخصيا. علاش بعض الحاجات في المغرب ما كتبلاش انها تمشي بعيد، فنمشيو للتكوين. فلما كنمشيو للتكوين طبعا في السابق كما كيعرف الجميع كانوا الملاعب في الاحياء الشعبيه وكانت كتمارس الكره بطرق مختلفه. كنلقاو اطفال يمكن صغار كيلعبوا مع ناس كبار، يعني هذا النوع ديال الكره اللي كانت الا بغينا نسميوها عشوائيه كانت فيها بزاف الحاجات اللي هي مهمه. ما يسمى بسيو كلاسمون اليوم، كتلقى واحد الولد مازال صغير كيلعب مع اللي كبير عليه، اذا كان كيستافد وكانت كتم بطريقه عفويه، لان ولد الحومه خصو يلعب معنا ونعاونوه. نرجعوا دابا للكره الحاليه. منذ سنوات كنتكلموا على التكوين في الانديه المغربيه، فجوج الانديه المغربيه الى استثنينا فتح الرباطي، نهضه بركان، الجيش الملكي واكاديميه محمد السادس، هادو 4 ديال المنشآت اللي مشات مزيان في التكوين، خصصت ميزانيات للتكوين، ولكن حتى هما عندهم مشاكل، لان اهم حاجه في هادشي كله كما قال الاخ سليماني هو العنصر البشري. الا بغينا نشوفوا اللعابه اللي كيجيبوا، شكون هما هاد اللعابه اللي كيدخلوهم المراكز ديالهم باش يكونوهم؟ هادو لاعبين ما كيتكونوش عندهم في المدارس ديالهم، هادو لاعبين كيجيبوهم عن طريق منقبين اللي ما عندوش واحد المعايير معينه، لان في الواقع كل اكاديميه خص يكون عندها معايير لاختيار حراس المرمى، لاختيار المدافعين، لاختيار المهاجمين، كيكونوا معايير. بناء على هذه المعايير هادو كيحاولوا يعملوا التنقيب على هذه المواهب هذه. فما هو الاختلاف بيننا وبين اوروبا او الدول المتقدمه في كره القدم؟ الدول المتقدمه في كره القدم تشتغل في المدارس الكرويه، يعني في المدارس الكرويه الطفل لما كيكون عنده 6 سنين 7 سنين 8 سنين، يعني 6 سنين الاولى ديال التكوين ديالو كيخضع لواحد تكوين تقني يعني محكم، ما كيخليو منه تا غرام. حنا في هاد السنين هذه كيكون عندنا الفوتبول دو لوازير، كنجمعوا الوليدات، يعني كنبداو نجمعوهم في حلقات وكيلعبوا كينشطوا، وكننساو الجانب اللي هو مهم، هو الجانب التعلم التقني، لان هذاك هو لاجطور ديال لا تكنيك وديال لا كورديناسيون. ما كيكونش عندنا الوقت اننا نشتغلوا مع جميع الاطفال في هذا المجال هذا.
لهذا الاطفال كيفوتهم الوقت وكيوصلوا للسن ديال 12 سنه 13 سنه واحد مجموعه الحاجات كتكون فلتت لهم، يعني ما خداوهاش. علاش؟ لان في المدرسه كيكونوا الاطفال بزاف، واخا كنحاولوا نعملوا دوك لي زيليت ولا شي حاجه، حنا كنعرفوا بلي الاطفال بالطبع ديالهم متغير، يعني ما يمكنش نحكموا على واحد الطفل واش مزيان ولا ماشي مزيان الا بعد مرور واحد الوقت طويل. يعني واحد المجموعه ديال الاطفال كيضيعوا في الطريق كيكونوا مزيانين، وحنا كنعتبروهم باللي مازال بعاد على الكره وكنقصيوهم في الوقت اللي كان خصنا نخدموا مع الجميع، يعني واحد العدد كبير باش يوصلوا للعبه كبار، يعني كثار هو هذاك اللعبه كثار يوصلوا اننا نعملوا بهم التلقيب ونديهم الاكاديميات. اذا المشكل الاكاديميات هو مشكل ديال التلقيب. الفرق، طبعا الفرق ما يمكنش نتكلموا على التكوين. انا شخصيا اشتغلت في انديه، النقص في الكرات، النقص في الملاعب، النقص في التجهيزات الرياضيه، الاكتظاظ في الملاعب، عده مشاكل ما عمرها تطلع اللعب. يعني كيفلتوا غير بعض اللعابه اللي كيكونوا مثلا ربي عطاهم واحد النباهه واستطاعوا انهم يجتهدوا وما اللي كيفلتوا وما كيوصلوش بواحد الباكاج كبير، لان واحد مجموعه الحاجات فاتهم. وطبعا حتى الاطار اللي تكلم عليه السي سليماني ما يمكنش نلوموه في هذه الحاله هذه، لان كيخدم في ظروف سيئه، ما عندوش ظروف باش يشتغل ويعمل يعني البرمجه ديالو ويحاول يعمل لي فيش تكنيك ديال اللعابه ويخدم له طرافاي سبيسيفيك. يعني كاين عده اشياء خصك تخدم مع الوليدات باش يستافدوا، باش يمشيو للمستقبل بواحد الباكاج كبير. وفي هذه الحاله هذه ممكن اننا ملي كنجيو ناسيوريو لا ترونزيسيون من الفئات العمريه للفريق الاول كنلقاو لاعبين مكونين عندهم واحد الرصيد تعلموه في المستوى اللي قادر انه يشفع لهم انهم يندمجوا في هذه الفرق هذه. اذا منين كيجيو اللعابه للفرق المغربيه؟ فغالبيه اللعابه الفرق القسم الوطني الاول المغرب كيجيو من الهوات، وهاد الهوات منين كيجيو لهم اللعابه؟ كيجيو لهم من الفئات الصغرى ديال الفرق، لان الفئات الصغرى ديال الفرق لما كيوصل اللعاب السن ديال ليسبوار وما استطاعش انه يوصل للفريق الاول كيبدا يقلب على راسو في الهوات، وكيكون واحد المكان خصم فين يطور القدرات ديالو. في ظرف عام عامين كتلقى اللعاب يعني نقولوا حنا صالح للبطوله ديالنا، لان البطوله ديالنا ضعيفه، ماشي شي بطوله اللي هي مثلا بطوله كبيره اللي فيها واحد المنتوج كبير. يعني غير ديك الاجتهاد ديالهم وباقيين صغارين في السن وعندهم واحد شويه الباكاج كيحاولوا يحتكوا في الهوات مع لاعبين كبار، مع وداك العنف ديال الهوات، وهذا كيستافدوا كيستطيعوا انهم يرجعوا للفرق ديال القسم الوطني الثاني والقسم الوطني الاول. في غيمشيو هاد الوليدات ديال التكوين كلهم خصهم يسلكوا نفس الطريق الى بغاو يلعبوا كره القدم. اما الى بغاو يسلكوا الطريق انهم يوصلوا من الفئه ديال الامل للفئه ديال الكبار، فهذه العمليه هذه تكاد تكون مستحيله الا في حالات نادره. شي لاعب مثلا فلات وتعيط للمنتخب ولا عمل شي سميه هو الوحيد اللي ممكن نعتنيو به ونعملوا له كونطرا، وممكن انه يستافد مع الوقت ماشي في ديك الساعه هذيك. اذا المنظومه ديالنا منظومه صعيبه، منظومه فشلت في التكوين. طبعا الجامعه كما قال السي عبد اللطيف متوكل لما شافت هذا الفشل شافت باللي الفرق ما يمكنش تعمل التكوين. اولا الغياب ديال الموارد الماليه ما عندهاش، لان حنا كنشوفوا في الفرق الاولى كلها ليتيجات كلها نزاعات ما كتشوفش كاع نهائيا في الفئات العمريه. يلا كيعملوا مدربين كيطلقوهم باش يدربوا ويعملوا اي حاجه بدون ما ينتظروا منهم شي حاجه. علاش؟ حيت الجامعه كتطلب منهم انهم يجريوا البطوله، فالهاجس ديال المسؤولين هو هذه البطوله تجرى، ماشي الهاجس ديالهم هو ان اللاعبين يتكونوا. اذا الجامعه ارتأت ان واحد المجموعه ديال الانديه يعني خصنا نعاونوها، فجات الفكره ديال هذه الشراكه مع الشركات اللي غتدخل اليوم وغتاخذ التكوين. طبعا ماشي يجوا للفرق، وما قبل ما يعملوا هذا الشيء هذا عملوا واحد الدوره على الانديه ديال القسم الوطني الاول والثاني وشافوا التجهيزات اللي عندهم، واش عندهم شي ملاعب، واش عندهم مركز تكوين، واش الارضيه خصبه باش انهم هما يجيو يخسروا الفلوس.
طبعا خداو 11 فريق، الى استثنينا 3 فرق اللي عندها جميع الامكانيات وحتى هي دخلوها معاهم باش يعاونوها، ف8 الفرق الاخرى كلها تعاني لان من المسائل الماديه. الرجاء واخا عندها مركز التكوين اللي عاد تفتح وهذا، يعني كتعاني ماديا. الوداد كذلك والفرق الاخرى، وبينهم تطوان. فمدينه تطوان حنا كنعرفوا باللي عندها واحد مركز التكوين اللي في المستوى العالي، ولكن الغياب ديال الموارد الماليه خلات واحد العجز كبير في التكوين ديال اللاعبين. ولو ان تطوان نوعا ما كيوصلوا بعض اللاعبين للفريق الاول نظرا لهذه النزاعات اللي كتوقع، وكتخلي اللاعب باللي اوبليجي خصك تلعب دوك اللعابه، والحمد لله انها كتلقاهم بعدا باش كيأديو الدور ديالهم في ديك الوقت اللي الحرج اللي كيكون الفريق ما عندوش دوك اللاعبين اللي غادي يلعبوا. اذا هذه الشراكه هذه الى من الناحيه ديال المنفعه هي شراكه مهمه جدا في صالح وليداتنا وفي صالح المؤطرين، لان الوليدات غيكونوا عندهم جميع الظروف باش يشتغلوا في ظروف حسنه وغيتكونوا في ظروف حسنه، والمؤطرين غتكون مناسبه باش يدوزوا في المجهر. يعني اللي مزيان راه طبعا غيتختار، واللي ماشي مزيان راه خصو يمشي يكون راسو ويزيد يعمل اعاده تكوين. وهذوك اللي غيتختاروا حتى هما راه غيدخلوا في واحد العمل اللي هو صعيب، عمل احترافي، يعني غادي تكون منفعه للجميع. دابا كما قصدت الضيف المتوكل، لماذا لم يكن هناك حوار في البدايه لشرح كل هذه الاشياء؟ ما هي البنود ديال الاتفاقيه، وشحال المده ديالها، وشكون المستفيد؟ يعني هذه عده اسئله تطرح نفسها. حنا عندنا واحد شي شويه ديال بعض الحاجات اللي كنعرفوها ولكن نجهل الكثير. اذا الكره المغربيه كنقول باللي غادي تخطو خطوه اخرى الان الى الامام الا استفدنا من الاطر وحاولنا نزيدوا نعملوا اعاده التكوين باش يقدروا يعني يربيونا وليداتنا واحد التربيه مزيانه في كره القدم، يعني واحد التدريب في المستوى. وفي نفس الوقت الفرق خصها تراقب المنتوج ديالها، لان الان ما عرفناش هذا المنتوج هذا اين سيوجه، لان هذا المنتوج هذا الشركه هي اللي تخسر عليه الفلوس. واش غيكون المنتوج ديال الشركه ولا المنتوج سيعطى للفرق؟ هذه اسئله كلها تطرح نفسها. نعم. شكرا استاذ.